السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم مركز الحامض ومركز البرتقال. كنحتاجوه في العصائر ديالنا، كيجي عاقد والوصفه ناجحه 100%. كنحتاج كيلو ونص برتقال وكيلو ونص حامض. نغسلهم مزيان، انا غنحتاج القشور والعصير ديالو. واحد السكين ونبدا نقشر في الليمون. كنحيد غير القشره الرقيقه وما نوصلش لهاداك القشره البيضاء، لان هي اللي كتعطي المراره. كلك تستعمل سكين ولا تستعمل حكاكه. تنبقى نقشر بالوحده بالوحده تنكمل الكميه اللي عندي. دابا نقشر البرتقال تا هو بنفس الطريقه، تنحيد غير القشره الرقيقه باش ما يطلقش ليا المراره، ونبقى غاديه بهذا الشكل تنكمل الكميه اللي عندي كامله. يا اما تقشروه بالسكين ولا تحكوه بالحكاكه. كيبقى السكين احسن، هي الحكاكه كتجي شويه صعيبه. من بعد ما قشرت الليمون كامل، غنجيب واحد العصاره نبدا نعصر الليمون اللي عندي كامل، لانه غنحتاج هذاك العصير ديالو. بعد ما كملت البرتقال كامل غنجيب واحد الهاشوار ولا اي طحانه كتستعملوا ونطحن فيها دوك القشور. كنطحنهم مزيان وكنجيب واحد ليبول وكنخوي فيه داك القشور اللي طحنت، وكنكمل الكميه اللي باقا عندي. من بعد ما كملت كنخوي دوك القشور وكنجيب العصير اللي عصرت وكنخوي عليه. كنخلط كيلو ونص ديال البرتقال، درت نص كيلو سنيده. كاين اللي كيستعمل كتر، انا درت غير نص كيلو. وكنخلط. بعد ما خلطت الزلافه الاولى نزيد الزلافه الثانيه، كل زلافه فيها رابعه، هي نص كيلو. من بعد ما خلطت غادي نخوي في هاد العلبه ونخليه، وفين ما دز خاصني نحركو على حساب السنيده لحقاش كتهبط لتحت. وغنسدها ونخليها على جنب باش ندوز للحامض. الحامض تا هو طحنته، ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، وعصرته وبنفس الطريقه ديروا في واحد العلبه
وغنخوي عليه العصير ديالو، حتى هو غنزيد عليه نص كيلو ديال السنيده، وكنبقى نحركو. السنيده هي اللي مكتخليه شي حجر، تخليه كريمه. تنحركوه باش ديك السنيده تذوب، وكنخليه على جنب. وفين ما دخلت الكوزينه تنبقى تنحركو. الا درتو في الصباح نخليه حتى العشيه، ولا درتو في العشيه نخليه ليله كامله حتى الصباح. انا فين ما دزت تنحرك هذاك الخليط باش ما تبقاش هذيك السنيده هابطه لتحت. انا درتو بالليل وخليته حتى الصباح. من بعد ما خليته ليله كامله كنجيب واحد العلبه اللي كتدخل المجمد، وكنجيب واحد الصفايه وكنبدا نصفي. كنصفي غير العصير، وهداك الشيء اللي غادي يبقى ليا، هذوك القشيرات الرقاق غادي يبقى غير شويه. كنسم بهم الحريشات، نسم بهم الكيك، ما كنلوحهمش، كنحتفظ بهم. وكنبقى غادي بهذا الشكل تنكمل الكميه اللي عندي كامله. بعد ما كملت كيفاش كيكون الشكل ديالو، وندوز البرتقال حتى هو بنفس الطريقه. بعد ما كملت ضمن القشور اللي كيبقاو ملي كنصفي كنديرهم في هاد القريعات وكنحتفظ بهم. هذا هو الشكل النهائي. ملي جبدتهم من المجمد كيبقاو على هذا الشكل، ماشي كيجمدوا كيوليو بحال الماء، يعني كيبقاو بحال الكريمه. وكنحتفظوا بهم مده طويله. فين ما بغيت ندير العصير وما كانش متوفر الليمون ولا البرتقال، كندير معلقه من هذا المركز. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيمشي مع جميع الفواكه. إلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك، بارطاج وابوني.